السلام عليكم، يا مساء الورد والجمال على كل حبايبنا في كل مكان. الساعة يا جماعة دلوقتي ممكن تكون 7 مساء. بصور لكم الفيديو ده يعني لسه الجو بدأ ان هو يلين شوية. الجو يا شباب حر شديد جدا، تكاد درجات الحرارة تتخطى ال 40 درجة. طيب الطيور دي ذنبها ايه؟ طب الطيور دي ايه اللي المفروض ان انا اقدمه لها في الوقت ده عشان موضوع الاجهاد الحراري، وعشان ان الطيور ديت ممكن فجأة تقع مني او يجيلها اجهاد حراري والطيور ديت تموت مني. طيب خليني بس هقول لك على شوية حاجات بسيطة جدا تحافظ على الطيور دي عندك من ارتفاع درجات الحرارة. ولكن قبل ما اقول لك هنعمل ايه مع الطيور ديت هنقدم لهم ايه مع المية، خلينا بس. الناس دلوقتي بتشتكي من الكنكر. الكنكر يا جماعة اكتر حاجة بتصيب الزغاليل، وبتلاقي ان الزغاليل ما شاء الله دي لسه زغاليل فكه هيت لسه يعني خارجه النهارده، ممكن الصبح تقريبا ما شاء الله لسه. نطمن برضه نشوف اللبه كده ما شاء الله. دايما ما تدخلش المكان عندك وخلاص، بص في العشوش، بص اطمن على الزغاليل شوفها واخده اللبه ولا لا. مرض الكنكر يا جماعه الخير بيصيب الزغاليل بتاعتنا ما شاء الله. بص يا شباب ما شاء الله بسبب تلوث الكلفة. يعني الكنكر لو الكلفة عندك متلوثة، وخصوصا الكلفة اللي بتبقى متخزنة بالشهر وبالاتنين وبالتلاتة، وفي كلفة بتتخزن بالسنين، هي دي يا جماعة الخير اللي بتسبب مرض الكنكر. وكمان تلوث مزقة المية هي اللي بتسبب مرض الكنكر عند الزغاليل. والله العظيم الزغاليل عمال بينبت في دي. ده لو ما خرجش مثلا بعد 24 ساعة من ميعاد النقرة الأولى، يعني الزغلول كده نبص نلاقيه ممكن خرم خرم صغير، لو ممكن يقعد 24 ساعة ينقر. لو ما خرجش ممكن انا بقى ان احنا ايه نبدأ نساعده بالتدخل اليدوي، نحطه هنا. لسه طبعا هو لسه قدامه شوية ويبدأ ان هو يخرج. طيب يبقى احنا قلنا الزغاليل زي الأعمار دي كده مثلا بتصاب من مرض الكنكر بسبب تلوث المية وتلوث الكلفة. ايه اللي عليا ان انا اقدمه؟ اكتر حاجه يا جماعه بتجيب مع مرض الكنكر هو الفلاجيل. بص يا جدعان ما شاء الله الزغاليل ديت برضو نخلي بالنا عشان ما تصابش مننا بمرض الكنكر. بعمل ايه يا شباب؟ بدي فلاجيل لو كل اسبوع 5 سم لكل لتر ميه. ايه اللي هو الفلاجيل؟ اوريه لكم برضه يا جماعه عشان الناس تخلي بالها. بصوا يا شباب، بصوا ده الديكال ده. طيب ده الفلاجيل يا جماعه الخير، ده الفلاجيل. طيب لو في زغلول حرفيا اصاب عندي بمرض الكنكر، يبقى طبعا الكنكر ده بتلاقيه تجبنات في القصبة الهوائية، بيمنع ان الاكل ان هو يدخل جوه. ده يا جماعة بدي الزغلول نص سنتي. لو مصاب بمرض الكنكر بديه نص سنتي في الفم مباشر. ده يا جماعة تلاقيه موجود في الصيدلية البشري، نص سنتي فقط هيظبط معاك الدنيا تمام كده. طيب يبقى احنا هنا عرفنا ان احنا نعالج مرض الكنكر ازاي. نبص برضه يا جماعه على الزغاليل كده، هتعرف ان في مرض كنكر ازاي. بص افتح بق الزغاليل كده هتلاقي في ريحه كريهه، او هتلاقي تجبن او حاجات كده عامله زي التجبن في الحلق بتاع الزغلول. تمام يا شباب؟ طيب كده احنا عرفنا نعالج مرض الكنكر ازاي. عايزين بقى ان احنا ننقذ الطيور بتاعتنا ديت من الحر الشديد. الطيور يا شباب دلوقتي ممكن تلاقي الطيور دي عندك بتنهج، بتاخد نفسها بصعوبة. ارتب على الطيور دي ازاي واخلي الطيور ديت ان هي تبقى منتعشه ازاي في الحر ده وفي النار الشديده اللي احنا فيها ديت؟ الميه دي يا جماعه حط عليها ليمون. الليمون يا جماعه يعني متوفر. لو كل اسبوع يعني حطيت مرتين ثلاثه، يوم فيه ويوم مفيش، بص هتلاقي الدنيا عندك ظابطه. يعني لتر ميه حط عليه ليمونه، لترين ميه حط عليه ليمونتين، اعصرهم يا جماعه وقدمهم للحمام. طبعا ما تعطش الحمام، لان تعطيش الحمام في الوقت ده ممكن يضر الحمام عندي. طيب ايه اللي انا اعمله تاني؟ احط وعاء فيه ميه، احط يا جماعه هو مسار الميه لسه الحمام مستحمي عندي، احط وعاء فيه ميه خلي الحمام ينزل ياخد دش فيه. كده برضو انا قللت الاجهاد الحراري. طيب اعمل ايه تاني؟ العرق السوس يا جماعه الخير. العرق السوس طبعا عارفين احنا كلنا كمصريين عارفين ان العرق السوس ده بنشربه في رمضان عشان نرطب على امعائنا قبل الصيام. اول حاجه بنفطر بها هو طبعا بعد التمر هو العرق سوس يا جدعان. بنحط برضو عرق سوس على الميه، اجيب عرق سوس واخمره واحطه برضو على الميه عندي تمام كده. طيب ده هيقلل الجلهاد الحراري. لو يا جماعه الخير في شباك في الاتجاه البحري فتحه،
احنا بنقفل الشبابيك لما يكون في تيار هواء عالي عشان ما يضرش الحمام. لو في شباك في الاتجاه البحري فتح الشباك ده عشان يدخل نسمة هواء عندك الحمام، والحمام ده برضو ما ينضرش منك. تعالوا بقى نطلع بره كده نبص على الحمام يا جماعه. بصوا الحمام ما صدق ان الجو رطب شويه. بصوا الشمس بدات ان هي خلاص اهيت. بصوا يا جدعان، بصوا يا شباب، بصوا الحمام يا جدعان. الحمام ما صدق، بصوا ما صدق. هو حمام واقف على الساق فوق كله. دلوقتي الشمس خلاص بدات تغيب يا جدعان اهيت. فاحنا نخلي بالنا عشان الطيور ديت امانه وما نحاسبش عليها. غير نسبة المية عندك، ابدأ ان انت حط ليمون على المية، الدنيا هتظبط معاك بإذن الله تعالى. ده يا جماعة كان فيديو النهاردة عشان الناس اللي بيجي لها إجهاد حراري، وان احنا نعرف نربي الحمام ازاي في الصيف. فبتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، يكون قدم لكم معلومة. اشوفكم على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم.